كل الناس ولاد ناس، بس يا ترى طول الوقت بنبقى ولاد ناس ولا بنختلف من ناس لناس؟ ويا ترى دي مشكلتنا ولا مشكلة الناس؟ ابن ناس مع الدكتور محمد حسين على ميجا اف ام. أهلا وسهلا بيكم وابن ناس. النهاردة هنتكلم عن ابن الناس مع شريك حياته، الشخص اللي هو اختاره بنفسه علشان يكمل حياته معاه. يا ترى بيتعامل معاه ازاي؟ وإيه الفرق ما بين تعامل ابن الناس مع شريك حياته وما بين أي تعامل لأي حد تاني مع شريك حياته؟ أول حاجة، ابن الناس مع شريك حياته مش بيتصيد له الأخطاء وبيصبر عليه. مفيش إنسان من غير عيوب. الخطأ بالأساس جزء من الصفات البشرية. اوعى تفتكروا إن في حد كامل، أو في حد ما بيغلطش، أو في حد ما بينساش، أو في حد ما بيتلخبطش. مفيش حد في الدنيا كده. إحنا مش ملايكة، لا أنا ولا حضراتكم ولا الناس اللي نعرفهم. بس الفرق الحقيقي إن ابن الناس وهو بيتعامل مع شريك حياته ما بيبقاش كل هدفه إنه يبروز أخطائه ويشاور عليها، ولا يحاول إن هو يقول إن هو أحسن منه. أبداً، بيحاول دايماً يلفت نظره بحب، يلفت نظره بود، لأنه هدفه في الأساس إن العلاقة تبقى كويسة والعلاقة تبقى مريحة. ابن الناس دايماً بيستر شريك حياته، بيستر عيوبه عن الآخرين، بيستر خصوصياته عن الآخرين، بيستر أحوالهم مع بعض عن الآخرين. دايماً ما يتكلمش في أي تفاصيل بينه وبين شريك حياته قدام الناس ولا حتى مع أصحابه. دايماً هو بيتكلم عنه، يتكلم عن الحلو اللي فيه، يتكلم عن الخير اللي فيه، لكن ما بيتكلمش عن العيوب، المشاكل، الأخطاء. ابن الناس ليه إطار في التعامل مع شريك حياته. إطار يعني إيه؟ يعني حدود، يعني فريم. في حدود للخناق، في حدود للزعل، في حدود لكل حاجة بينهم. مفيش حاجة بتتساب كده. دايما هو بيتعامل مع شريك حياته عارف آخر الكلام في الموضوع ده إيه، آخر التعامل في الحكاية دي إيه. ابن الناس بيحترم مشاعر شريك حياته، يحترم هواياته. حتى لو كان بيحب مثلا يتفرج على مسلسلات كتير، حتى لو كان هو بيحب يتفرج على كورة أكتر من لازم، دايما بيحترم هواياته، دايما بيحترم تفضيلاته، بيحترم الحاجات اللي هو بيحبها، الحاجات اللي هو بيقدرها. مش بس بيحترمه ولا بيحترم هواياته، ده كمان بيحترم حاجته، الحاجات اللي بيستخدمها. بعض الناس عندها فكرة إن احترام الحاجة جزء من احترام صاحبها، فبيعامل حاجة شريك حياته باحترام. في فرق كبير جدا ما بين إن أنا أهزر مع حد أو أهزر عليه. هو دايما لطيف مع شريك حياته، بيهزر معاه، بيضحك معاه، لكن مش بيضحك عليه، مش بيستخدم العيوب اللي في شخصيته أو المشاكل اللي عنده ويخلق منها كوميديا. ابن الناس عمره ما بيعمل كده. ابن الناس هو الشخص اللي بيقدر أهل شريك حياته مهما كانوا فيهم مشاكل، مهما كانوا عندهم عيوب. بلاش نقد وتنظير. ابن الناس هو اللي عارف كويس قوي إن أغلى حاجة عند الإنسان أهله. حتى لو كان شريك حياتك بينتقد والده، بينتقد والدته، بينتقد أخوه، ما تبقاش أنت جزء من النقد ده. خليك أنت جزء من خلق التفاهم. لأن أكتر حاجة بيزعل منها الإنسان إن حد يعيب في أهله، ويعيب في مكان سكنه، ويعيب في هواياته. أبداً ابن الناس ما بيعملش كده. التضحية جزء أساسي من العلاقات الإنسانية الناجحة والمحترمة واللي بتعيش. مفيش علاقة ناجحة ما فيهاش تضحية. العلاقات اللي ما فيهاش تضحية ما فيهاش طعم، ما فيهاش تضاريس، ما فيهاش شكل. لازم يكون في جزء من التضحية. المهم إن التضحية دي تكون عشان حد يستاهل، والمهم كمان إن التضحية دي عشان تتحول لرصيد عند شريك حياتك. مهم جدا إنك ما تفكروش بيها، مهم جدا إنك ما تكلمش أصلا عنها، عشان يفضل دايما صورتك قدامه صورة إيجابية، وصورتك قدامه صورة يحبها. ابن الناس بيبان في العشرة، بيبان لما يمر علينا ظروف وأحوال تتغير، ويفضل هو مع كل الظروف اللي اتغيرت ما بيتغيرش، ويفضل دايما ابن ناس. ابن ناس مع الدكتور محمد حسين كل يوم في رمضان الساعة 6 بالليل، والإعادة الساعة 8 بالليل، وتاني يوم الساعة 2 الفجر على ميجا اف ام.